داونز العاديه بالمسطره وريفيرس. الريفيرس بيعمل ايه؟ ما هو الا ان انت بتشتغل على عضلات مختلفه كعضلات مساعده، لكن بالنسبه للعضله الاساسيه مفيش اي اختلاف. ليه؟ العظمه بتاعت القلنا اللي هي اللي ماسكه فيها مين؟ الترايسبس، دي ما بتتحركش اصلا. يعني العظمه دي كده، دي اللي ماسك فيها الوتر بتاع التراي، ما بتتحركش. سواء انت عملت برونيشن او سوباينيشن العظمه دي ثابته، لكن العظمه اللي ماسكه فيها الباي هي اللي ايه؟ بتتحرك. فالحركه دي تاثر على تمارين الباي، ما تاثرش على تمارين مين؟ التراي. فانت لما تيجي تعمل كده اهو، ترايسبس شغاله زي كده، ترايسبس شغاله. ايه كل الفرق اللي موجود؟ العضله المساعده هي البو، كانك بتعمل البو فليكشن ولا كانك بتعمل ايه؟ البو اكستنشن. ادي الوزن اهو كده بالمنظر ده. لو انا سبت الوزن هياخد الالبو ويروح فين؟ في الاكستنشن. يبقى انا بقاوم وبعمل ايه؟ فليكشن. يبقى ايه اللي شغال عندي؟ عضلات الفليكسرز ده، ريست فليكسورز. طب لو انا جيت عملت العكس، لو انا سبت الوزن هيروح فين؟ في الفليكشن. يبقى انا بقاوم وبعمل ايه؟ اكستنشن. يبقى مين اللي بيقاوم عندي؟ عضلات الاكستنسورز. عندي فرق تاني برضو، ان هنا بيكون في تحكم اعلى لان البار صعب ان هو يطلع، لكن هنا بتلاقي صعب شويه لان انت صوابعك هي اللي عامله كنترول.